كثير من الناس إذا حلف يمينا ثم حنث في يمينه، يعني حلف على فعل شيء ولم يفعله، يقال له صم 3 أيام، وهذا الكلام غير دقيق. لا يكفر المسلم بصيام 3 أيام إلا إذا عجز عما قبلها. الله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم هنا الشاهد قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الأشياء الثلاثة على التخيير، إن شاء أطعم أو كسى أو أعتق رقبة. ويمكن للإنسان في وقتنا الحاضر أن يوكل بعض الجمعيات الخيرية الرسمية التي تقوم بإطعام 10 مساكين، فإذا أراد الإنسان أن يكفر يدفع مبلغ معين إلى هذه الجمعية الخيرية ثم يقومون هم بإطعام 10 مساكين. فإن لم يستطع ذلك فينتقل إلى الصيام. قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الآية. فلا يلجأ المسلم إلى الصيام إلا عند تعذر ما قبله.